الناس. بصوا يا جدعان على مصر ام الدنيا. مصر هنا في بورسعيد، في قرية الجميل في بورسعيد. ماشي، منطقة سكنية كلها فيلل زي ما حضراتكم شايفين. ماشي، عايشين على البحر. ماشي، وعايشين هنا بقالنا 40 سنة. احنا اللي بنيين البيوت دي بفلوسنا وتعبنا وشقى اهالينا. ماشي، بس سيادة المحافظ جاله مستثمر يشتري منه المنطقة دي عشان يعملها كومباوند ويعملها منطقة سياحية. فطبعا ما فيش ارخص مننا عشان يعمل معانا كده. المستثمر هيدفع فلوس، مع ان عرضنا عليه ان احنا نشتري الارض، لان الارض حق انتفاع من غير مدة معينة، يراعى التجديد سنويا من خلال الطرفين، وطول عمرنا بندفع حق انتفاعنا وبنجدد. لغاية ما ظهر مستثمر قال لك انا عايز اشتري الارض خليها كومباوند. فطبعا احنا في الشارع، بصوا حاجاتنا، خشبنا وشقى اهالينا وشقى عمر اهالينا في الشارع قدامنا اهو، مكسرين علينا واحنا قاعدين في بيوتنا. قلنا مش هنطلع من بيوتنا، جم كسروا واحنا في البيت. شايفين قاطعين عننا الميه والنور بقالهم شهر. اللي في الارض دي ميه عذبه من اللي بتشرب، ما بيكسروش وبس، بيكسروا ويحفروا لغايه ما يكسروا المواسير بتاع الميه عشان ما يوصلناش خدمات. شايفين شقى عمر اهالينا، شايفين مصر، الدولة اللي ما خدناش منها حاجة، الدولة اللي ما شفناش منها اي حاجة. بس بقى محمد بقى مش ناقصه بيتكلم طويل.